الحلقة دي مهمة لأي حد مهتم بمجال ال VFX. معنا واحد من أجمد الناس في مصر في المجال ده وهو أحمد جبة، وبصراحة كده تقلت عليه في الأسئلة كتير قوي علشان أطلع بمعلومات مهمة ليا وليكم. يلا بينا. استاذ احمد جبة. يا عم احمد جبة وخلاص. احمد جبة الفي اف اكس. احنا يعني انا شخصيا ببقى عارف ان الفي اف اكس ده هو تيم، هو مجموعه ناس، بس مين الهيد اوف ذا تيم ده؟ يعني مثلا مين نقدر نقول لما يعني محتاج اي حاجه في اف اكس بروح ده له؟ بيبقى اسمه في اف اكس سوبرفايزر، جنبيه في اف اكس بروديوسر. لو على البروفيشنال ليفل هو دايما متقسم 2. ساعات بيبقى هذا الشخص بيعمل دور الاثنين تحت مسمى ان هو في اف اكس سوبرفايزر. طب ايه الفرق ما بينهم؟ في اف اكس سوبرفايزر دوت بيتدخل اكتر في الجزء الفني والجزء التنفيذي والجزء التقني، ليه علاقه بياخد اكتر القرارات دي او بيتعامل مع التيم في الحته دي، يعني صح مع كده؟ التيم، وبيتعامل مع البرودكشن بقى سايد، هو اللي بيتعامل مع المخرج لان هو جزء الارت ماسك جزء الارتستيك، فهو لازم يبقى الفيجن بتاعته قريبه جدا من فيجن المخرج. اذا مفيش في اف اكس دايركتور، ده تايتل اعلى شويه من الفي اف اكس سوبرفايزر، لان هو ده دايركتور، ده بيبقى المخرج المسؤول عن وحده الجرافيكس. كل ما هو الجرافيكس هو اللي بيخرجه اندر الامبريلا، تحت الامبريلا بتاعه المخرج الرئيسي للعمل. في اف اكس بروديوسر ده بقى مسؤول عن حاجتين. ما دام قلنا بروديوسر يبقى احنا بنتكلم على حاجتين مهمين قوي: ميزانيه ووقت، هنسلم امتى وهنلتزم بالتسعير بتاعنا والميزانيه بتاعتنا ولا لا. فيديني في الاخر ان الشوت هياخد تسعيره كذا، فهل ده بقى اصلا ينفع مع الميزانيه اللي الانتاج عايز يدفعها، ولا تعالى يا سوبرفايزر قول لنا طريقه تانية نعملها عشان نحقق للمخرج رؤيته، لان هو اللي يقول طب خلاص بدل ما نصورها كروما نصورها شاشات. فهو بيشوف طرق اخرى بحيث افضل على قد ما اقدر احافظ على الفيجن والرؤيه بتاعت المخرج الاساسي اللي عمل اول في اف اكس دايركت. قسم الجرافيكس ده عمره ما كان قسم فردي، للاسف الناس فاكراه قسم فردي، شخص واحد بيعمل كل هو حاجه، شخص بتاع الجرافيكس، وده بيخلص تصوير. ده لو حضر التصوير في الاغلب بيجي له ماتيريال دايركت. وده بيحصل حقيقي؟ ايه يعني بيحصل كتير جدا للاسف يعني ان هو شخص الجرافيكس ده ممكن ما ينزلش تصوير، احنا بنكلمه اصلا بعد ما بنخلص مونتاج. ايه الفرق بين ان انا اخد قرار ان انا اصور على سكرين او فيرتشوال برودكشن، او ان انا اصور على جرين او بلوسكا او كروم عموما يعني؟ هو ليه اصلا احنا توجهنا للفيرتشوال برودكشن والسكرينز وكده؟ اسهل؟ لا، ما هي مفيش حاجه اسمها اسهل، وفي مناسب وغير مناسب. في مناسب لهذا العمل وهذا الشوت، وفي غير مناسب. لان هو ايه، انت بتصور شوت، ما الشوت ده مش مجرد احمد ومحمد واقفين بيتكلموا مع بعض، لا، هو في ميزانيه انتاج وفي وقت عرض، تفاصيل كتير جدا عندك. اول حد فكروا فيه عشان يعملوا له الفيرتشوال برودكشن هو الممثل، لانه الممثل لما بيمثل على اخضر وازرق وهو مفصول، ومفروض انا بقنعه وبقول له انت دلوقتي في الحرب في وسط الصحراء، وجايب له 3-4 بيضربوه بالسيوف واحنا واقفين في البلاتو وحواليه شويه رمل وكله بقى اخضر فاخضر وكتير وبتاع، هو بيبقى ده بريشر عليه وستريس رهيب. بالتالي طب لا، تعالى احنا هنقرب لك شويه وهنخلي حواليك الانفايرمنت، بحيث ان انت حتى يعني في بعض الاحيان ممكن احط شاشات في السقف لمجرد ان هي هترمي نور على الممثل كلايت سورس، ومجرد ان هو لما يبص يحس بان هو ستيل جوه الانفايرمنت، ادخل الممثل جوه المود بدل ماخده واسافر البلد البعيده اللي هتكلفني بقى برودكشن اعلى. بنقطه ميزانيه تانية تقصد؟ دي نقطه ميزانيه ونقطه وقت، بس هي ما بتوفرش في الميزانيه عن الكروما. تعال نتفق ان ده ملي بيفيدك في الجرافيكس، هيغنيك في الجرافيكس عن السات اكستنشن. كل ما هو سات اكستنشن نص المساحه اللي احنا واقفين فيها، وعايزين نبين ان اللوكيشن ده هم واقفين في المغاره، فخلاص فهمله شويه صخر في الارض وبتاع، ونحط الباقي كروما او لاد سكرينز، فهو اكستند اللوكيشن. هل وفر لي في الميزانيه، وفر لي في الوقت ولا لا؟ ده سؤال انتاجي بحت. وبعد ما انت هتصور هترجع لي تاني بقى بالماتيريال اللي صورتها على السكرين، هعمل فيها شويه انهانسمنت في الكومبوزيتنج. ممكن نشرح هتنهنس النقطه دي؟ يعني هو مش اوريدي انا صورت انت خلاص الجرافيك جاهز، ايدجز بقى بتاعتك عشان مدير التصوير مثلا مديلك باك لايت هنا عادي ملي، المفروض النور ده يظبط على كتفك من هنا، فبقوم انا منوره سنه كده ايه بالبينتنج كده، تشالوا ديبس اوف فيلد. دي التصوير مثلا بعد ما صور فلقى ان هو ينفع ندي اللي ورا اوت فوكس سنه اكتر، احس بعمق اكتر، فابدا انهانس. هي ورك فلو ابسط بكتير
تاتشز بسيطه، يلا نبرفكت سميها بقى. ريتاتش. طب مين بياخد القرار بقى ان عندي مشهد يلا بينا تعالوا نعمله على سكرين، ولا يلا كروما، ولا يلا نبنيه اصلا؟ بص، هو مين اللي بياخد القرار برضو ان هي كروما ولا مش كروما، ومين بياخد القرار ان احنا هنبني الديكور ولا مش هنبني الديكور؟ اول شخص هو مسؤول عن القرار المخرج، عشان هو اللي بيقول لنا انت هو عايز يشوف ايه، فده اول جايد لينا عشان نروح للقرار الصح. طيب مين بقى اللي هيقول طب يبقى الرؤيه دي تتحقق بكذا، الرؤيه دي تتحقق بكذا؟ مخرج، منتج، برودكشن ديزاين اللي هو مهندس الديكور. معلش حسيت ان مدير التصوير مش في المثلث، عشان احنا لسه ما نزلناش تصوير. يعني مش ما ده ممكن مش- يكون مش عنده موجود. فيجن في لا، في هو الصوره لما- هتبقى طبيعيه ولا لا يعني. لا، ما هو الصوره الطبيعيه دي شغلة مهندس الديكور والفي اف اكس سوبرفايزر. مدير التصوير هو اللي هينور لنا الصورة دي عشان يدمج الحاجات دي على بعض. لكن لو احنا قاعدين لسه في المكتب وبنقرر اصلا هننزل نعاين لوكيشن، ولا نطلع سويسرا نروح الجليد نبص عليه، ولا نجيب الفيرتشوال برودكشن في الشاشات عند استوديو امواج، ولا لا تعالى نعمله كروما، ده احنا قاعدين في التكييف لسه وبنتكلم. ايوه، اهم شيء يا سيد يا مخرج رؤية حضرتك ايه. عندنا حركات كاميرا معقدة ومبينة تفاصيل بقى، فالتنفيذ دايما هو بدايته المخرج عايز يشوف ايه، ينتهي بقرار ما بين البرودكشن ديزاينر مهندس الديكور. ولو مهندس الديكور قال لا تعالوا يا جماعه نشوف راي الجرافيكس، فبيخش الفي اف اكس سوبرفايزر يقول هنعمل ايه بقى في اف اكس، وهنعمل ايه سبيشال افكتس، وهنعمل ايه فيرتشوال برودكشن. يفصل بقى ما بين الحلول دي مين؟ المنتج. هندفع كام بقى في هندفع كام بقى، وهناخد وقت قد ايه، وهسلم في ميعادي ولا لا. ماشي. طيب يعني ده يخلينا نسأل سؤال تاني، العلاقة ما بين المخرج التيم بتاع الفي اف اكس اللي هنشتغل او الفي اف اكس سوبرفايزر، ان انا ابقى معايا ستوري بورد بس، ممكن مش مقاسات عدسيه، يعني الموضوع ما يبقاش تكنيكال قوي، يبقى ستوري بورد بس عارف الحجم، لازم مقاس عدسه بكل الديتيلز. لا مش محتاجين. لا احنا ابعد من كده. ايه بقى؟ فين بقى؟ احنا فين؟ احنا بعيد قوي انت اللي بتقوله ده بعيد قوي يا ريس. عايز نبدا بالمراحل ايه بالظبط؟ بالظبط. طيب مراحل، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مخرج اعمل لي شوت ليست وفلور بلان، رسم من فوق كده. قول لي الممثل هنا، الكاميرا هنا، هتتحرك من هنا، هيمشي هنا، هيجي كده. ده لونج شوت، لو انجل، تراك سايد. تعالى يا ستوري بورد، اقعد مع السيد المخرج رسم له سكتشز. رسم السكتشز، شفنا الفريمز طالعه ازاي، يلا انهانس السكتشز دي. تعالى يا سيد مدير التصوير، محتاج الستوري بوردر، تقعد معاه تقول له ايه ظل ونور، عشان لو عندنا حاجه معينه في طريقه اخراج المشهد في الاضاءه. عندي شوت مثلا محمد قاعد ميديم شوت، والمفروض ان مامته فتحت الستاره، فالمفروض ضوء الشمس بيخش عليه ان اكشن في الشوت، فالمفروض لما هيخش عليه مدير التصوير عايزه بقى يخش بس ينور نص وشه بالظبط عشان الدراما بتقول فيبقى ده قرار السيد مدير التصوير، يجي يقعد مع الستوري بورد. الستوري بوردر بقى يدينا ده حلو، واحنا كجرافيكس نقوم عاملين منه حاجه اسمها بريفيز، واعمل منه حاجه اسمها تكنيكال بريفيز، كاني بعمل البيهايند ذا سين بتاعه الشوتنج بريفيز. لو انا عندي شوت تراك اوت فالكاميرا بترجع على البانثر، فاقوم عامل لك بقى بريفيز تاني، فيديو تاني جايب فيه شكل الكاميرا وهي بترجع تراك اوت. ده جرافيكس كده يعني، كل ده جرافيكس، كل ده جرافيكس كده، ايه ريندر بالحب. بس انا عايز اشوف البلوكينج والستيجنج والكاميرا موفمنت بتاعت الشوت عامله ازاي. عملت التكنيكال بريفيز والشوتنج بريفيز، بقوم عامل بقى لو انا عندي فيرتشوال برودكشن بقوم عامل بوست بريفيز، ان انت هتصور ما هو هيركب على هذا الشيء، او هعمله ازاي كسي جي اي، اطلعه بريفيز برضه. ثانية، انت قلت اللي هيتصور، هو ممكن اصور؟ ممكن اصور، يعني اصور واحط ده على السكرين؟ ممكن جدا اصور بليتس كاميرا تانية لو انا بصور عربيات، فخلاص فانا شفت في البريفيز ارتفاع الكاميرا والمنظور والمقاسات الكاميرا والعدسه والكلام ده كله. ممكن اصور بليت بنفس الارتفاعات ديت واجي هنا احققها بنفس الارتفاعات ديت واركب الاثنين على بعض. مثلا فيلم الخليه كل ما هو القطر اللي هو بتاع المترو ده، الاكشن سين، الفايت سين اللي كان بين الاستاذ احمد عز، صورين في محطه مترو، حاطين كروما يمين وشمال، وجايبين شاشات حطينا فوق الكروما. الشاشات دي بتعدي عليها لايت بوردز كده عشان ترمي الريفلكشن بتاع الشيدنج والهايلايت اللي حصل في الطريق. شفنا استاذ المخرج استاذ طارق العريان صور ايه، وخدنا مقاسات الارتفاعات دي، ونزلنا بقى صورنا ب 360 كاميرات في ار الانفايرمنت. خدنا خط المرج دوت من مرج الحلوان عشان يبقى عندي الباك جراوند دي على سفير. ليه؟ لان هو كان بيحرك الكاميرا كده، بس ما كانش فيه الشوت اللي فيه تغيير في المنظور.
احنا كله في الباننج تلتنج. انت هتدفع قد ايه على قد ايه؟ انت مثلا الجرافيكس هيكلفك 10 اكس، ده اللي هو لو انا صورت على كروما وبعد كده هروح بقى للاستوديو المونتاج امنتج، وبعد كده اروح للاستوديو جرافيكس اعمل جرافيكس. فالجرافيكس ده هيكلفني 10 اكس. الجرافيكس ده اولا اشتغل قبل ما انزل اصور عشان يحضر لي الحاجات والحاجات الكونسبت ارت والكلام ده، واشتغل ديورنج ما انا بصور بيبني الاسيتس بتاعته، واشتغل وانا بمنتج في ان هو بيقفل الاسيتس بتاعته كده، بيشتغل بعد ما اوديله المونتاج. فهو الراجل فضل شغال معايا 6 شهور، فخدت ال6 شهور دول 10 اكس. طب لو انا بقى هعملها بريفيز انا هديله 3 اكس في ان هو كان هيشتغلوا في الوقت اللي انا بمنتج فيه او بصور فيه وبمنتج فيه. الوقت ده هيبقى قبل ما انزل اصور، اللي هو يقعد يبني الاسيتس. فما عنديش تراكنج، ما عنديش ماتش موف، ما عنديش كومبوزيتنج. فهو هيديني ال 3 دي فايل انزل اصور بيه، وانا دفعت له 3 اكس ثمن الموديلنج. لعبه برودكشن بحته. هي لعبه ما هو فاهم ثمن الشاشات دي ما هي بفلوس، ما هي مش ببلاش. فهيدفع له فيها 4 اكس بس مره واحده، عشان احنا هنصور هنا 2-3 تصوير ونمشي. فهو هيدفع ال 4 اكس دول مره واحده. فهو كده التوتال بتاعه دفع ايه؟ 7 اكس. اوفر من ان هو يدفع ال 10 اكس بس. اولموست هما مش بعاد عن بعض، فروق مش بعيده، بس انا يا اما هدفع هنا بالك يا اما هدفع هنا على دفعات. انا دلوقتي لو انا عملنا البريفيس ونزلنا صورنا واحنا شغالين، انا فجأة حسيت ان لا والله انا شايف الشباك ده اوفر اكسبوجر. طب هل انا ينفع اغير كلفن شوية او تدمر شوية؟ ينفع اغير دمر الامبيانت بتاع المكان كله ولا؟ هل انا هبقى اقدر في الاونست اكونترول حاجات، ولا وانس ان احنا عملنا حاجات في حاجات هيبقى صعب ان انا اختارها؟ خلص انت هتكنترول كل حاجه في السين ما دام معاك البروجكت فايل بتاع انريل. امتى بقى يبقى هيدك وتايم وماني، وامتى اقول لك ما ينفعش؟ لو انت جايب لي صوره، لان لو دخلت في اي ابلكيشن تاني هو يدخلني في ريندر تايم، لكن انريل هو ريل تايم ريندر. هو بغير الكلفن بتاع اللمبه اللي في الشباك التاني. يعني انت عندك دلوقتي الشباك ده محطوط له لمبه، والشباك ده محطوط له لمبه، والشباك ده محطوط له لمبه، صح؟ دي رميه اهي هنا ودي رميه هنا. طب اللي بيحصل ايه؟ ان انت بقى في الانريل انت ده اصلا عباره عن موديل 3 دي، واللمبات دي لمبات 3 دي. فهتروح تسلكت كل لمبه، عايز تغير بقى في انتنستي، عايز تغير في كلفن، عايز تغير في فلتر، عايز تغير في مسافه، في ديستانس، عايز تعليها توطيها، فتغير شكل البيم. عندك اريحيه كأن اللمبه دي معاك في السيت. لكن لو انا ما معيش الورك سبيس او البروجكت فايل بقى بتاع انريل مش هعرف اعمل حاجه. هيبقى خلاص هيبقى صوره زي دي، انا ما عنديش دلوقتي تحكم في اللمبه دي. فمين بقى اللي بيبقى معايا في ده؟ الفي اف اكس سوبرفايزر. انا عندي سؤال مش محضر له بقى، بس لازم نقوله بقى. اتفضل يا بيه. انت ايه رايك في الاي اي؟ برضو ايه رايك بقى في الاي اي بقى من الاخر؟ مش هسال السؤال التقليدي بتاع هيقعد ناس ومش عارف. لا مش هيقعد ناس، هو تول بس شايف ان هي وصلت لفين لحد دلوقتي؟ الاي اي دوت اخوك الصغير اللي بتربيه على ايدك، ممكن يكبر علينا. ما هي دي بقى النقطة. انت ذكي هتعرف تستخدمه وهو كبير. تقولش ده بقى بياكل اكل عيشي وبياخد من قوتي والكلام بتاع الغلابة. يعني بنشوفها دي، ده كلام انا اسف جدا، بس ده كلام ناس مش مجتهدة. احسن اختراع حصل. طب انت استخدمته في حاجات بجد؟ في كل حاجة. خلاص انت ما عندكش اللفة اللي بتقعد تلفها في جوجل هتسيرش يعني انا زمان كان اي حاجة فنقعد بقى طب اديني يوم كده نعمل ار&دي، ونقعد احنا وفريق اسمه الار&دي، فاهم؟ دلوقتي تخش شات جي بي تي، عايز افتح في نيوك النود الفلانيه، لما بكتب له كذا بيحصل كذا، يقول لك هتعمل ايه، تعمله ازاي، وهبعت لك لينكات من يوتيوب اوريك ناس بتعملها ايه، واحسن واحد عمل ده قبل كده عمله ازاي وقال عليه ايه، وادي اللينك بتاعه اهو. عايز مش ممكن يوصل لمرحله ما تعملها انت؟ مره قبل كده قلت له طب بقول لك ايه، هابلود لك الفايل واعمل لي انت فيه كذا، وريني كده هيطلع عامل ازاي. هل حسبته بقى؟ ولا دفعت الاشتراك. وفر عليك قد ايه بقى في ستيب زي دي؟ وفر عليا حياه، مش هقول لك ايه يعني قصدي. انا جالي اعلان بسيط من الحاجات اللي هي السي جي اي ريلز دي، وانا عارف ان البيزنس ده كله بسيط قوي وما فيهوش اي ورك فلو طويله ومعقده. عايزين مش عارف كام ريل في كام وقت قد ايه، والريل مدته حاجه بسيطه 5 ثواني 10 ثواني حاجه كده. ففكرت بالعقليه بتاعه الفي اف اكس سوبرفايزر اللي بيتعامل مع 40 بني ادم جوه الاستوديو في قسم 3 دي بس، يعني احنا لسه ما اتكلمناش في الاقسام الاخرى عشان تعمل ريلز، عشان نعمل ريلز يعني، فاهم؟
فقعدت لقيت ان يا نهار اسود دي حسبه كبيره جدا، وهنعمل انفايرومنت مزارع وغيطان وابتدى وميه بتمشي في وسط الزرع وبتطلع الورد وبتاع وبقر ومعيز ده في كريتشرز في انيميشن يا نهار ابيض فاهم كده. انا هرفض البروجكت يا اما هدي الناس رقم هم مش في خيالهم. طيب السؤال هنا انا بسلم مين؟ انا بعرض فين؟ ما انا مش بعرض فيلم سينما. طب عملت ايه ساعتها بقى يعني؟ مفيش يا ريس، بكل بساطه دخلت شات جي بي تي، عندي فكره كذا 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 عايز اعملها على طريقه كذا 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 كذا، وبفكر اعمل الشوت الاولاني في كذا 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 كذا، طلع لي تصور، راح مطلع لي صور، خدت الصور دي زي ما هي كده قمت مدخلها على رانوي، حرك لي الصور دي، اعمل لي كاميرا تراك سايد مش عارف ايه، كاميرا بتعمل ايه، كاميرا مش عارف ايه، وعايز الشمس تطلع من ورا وتنزل مش عارف ايه، واللايت بيم يحصل فيه لبلب، شوت 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 شوت. خدت الشوتات دي ركبناها على بعض، دخلناها على اسمه ايه فري بيك دوت، حط لي بتاع ده ساوند افكتس ويعمل لي ترانزيشنز ما بين البتاع. هو اللي عمل كل الليله دي خدت قد ايه؟ انت مش من الناس اللي اتضايقت مثلا لما رمضان اللي فات اعلانات اي بقى يا لهوي ده انا كنت بتنطط من الفرحه. اصل في ناس كتير قوي اتضايقت من ليه يا ريس يتضايقوا ليه؟ ان هو خلاص بقى يعني دي شغلانه كانت ممكن تيجي للاشخاص، فابتدت الاشخاص دي الشغلانه دي ما بتجيلهاش. يا باشا ما احنا الاشخاص اهو بنعمل الطريقه دي جميله. بقول لك هو ده اخوك الصغير اللي بتربيه، فانت اللي مربيه، وحاول تفهمه. يا لهوي. انا دلوقتي لو احنا مثلا هنصور سين ان احنا جوه عربيه، او سين عموما في حاجات انا هنزل اصورها انا مش هتتعمل 3D، فهل في مواصفات معينه لان انا انزل اصور؟ يعني احنا مثلا لما كنا بنعمل ده على الكروما كنا بناخد الكاميرا واللينس والفوكس ديستانس وكل الكلام ده كله، وننزل ناخد العربيه نمشي في شوارع نحاول نصورها بنفس الشكل علشان تبقى نفس الفوكس نفس الالوان نفس الكلفن نفس الكلام ده كله. هل لو انا هعمل ده بقى هنا هل انا محتاج مواصفات معينه للصوره دي، سواء تبقى 4K ولا مش ولا كام كي او رو ولا مش رو؟ يعني انت طبعا لازم تلتزم بنفس الفريم ريت اللي هتصور بيه بالكاميرا اللي هتعرض بيه بالشاشه بالبلاتفورم او بالقناه. تمام حلو. او حتى لو يوتيوب، بس احنا بنصور 25 فريم، فانت لازم الفوتج بتاعك تبقى بتصور 25 فريم عشان البلاي باك بتاع السكرين هتبقى 25 فريم، عشان الكاميرا هتصور على 25 فريم، وهمنتج 25 فريم وهعرض 25 فريم. ما تجيش انت تقول لي لا انا اصور لك 30 فريم عشان قلت ايه اكتر لك في الفريمات. ده انت كده بوظت كل الناس اللي حواليك دي، هي مش بالكيلو فاهم. طيب الريزوليوشن حلو. انت السينما الشاشات دي مينيمم ريزوليوشن بتاعتها الفول اتش دي 1920 في 1080، صورت لي اكبر 4K اديتني داتا اكبر. الديبندس بقى على انا اصلا حجم الشاشه دي قد ايه. طب ما هو حجم الشاشه دي قد ايه دي بيزد على ايه؟ بيزد على انا عايز اوقف العدسه الكاميرا باستخدام انهي عدسه مسافه قد ايه عشان ادي احساس انهي شوت. فهوقف العربيه مثلا لو احنا بنصور سين عربيه هوقف العربيه على ديستانس قد ايه. فالديبندس على الشوتات اللي المخرج قايل لي عليها واختيارات العدسات اللي المخرج قال لي عليها. بتصور بنفس اللايت تمبريتشر الرو، يعني ما تديش افكت انت من عندك على الكالر تمبريتشر. صور لوك سي عشان تديله كالر سبيس يقدر هو يابلاي عليه اللوك اب تيبل اللي مجهزه مع الكالرست للسين، لان هو لما هيجي يتعرض على الشاشه هنا هو هيعرضه باللوك اب تيبل اللي هو عايزه. فلو انت مصور لوك سي فانت كده او مديله لوج يعني عامه ايفن بقى هو سي لوج اس لوج حلو او اس جاما 3 مثلا، فالكالر سبيس ده هو اللي هيديله اريحيه في انه يقدر يابلاي عليه اي لوك اب تيبل هو عايزه، او حتى لو هيابلاي عليه الريك 709 اللي هو الستاندرد. يعني محتاجين نتكلم بقى عن الورشه، نقول بريف سريع كده الورشه هتبقى فيها ديتيلز ايه. يعني المخرج محتاج يروحها، مدير التصوير محتاج يروحها، الارت دايركتور محتاج يروحها. مبدئيا هي الورشه من اسمها كده اسمها VFX فور فيلم ميكرز مش فور CGI ارتست، فهي لاي شخص يعمل في عمليه صناعه الافلام، مخرج، مهندس ديكور، مدير تصوير، مونتير، كالرست، VFX ارتست. طيب احنا الورشه دي المحتوى الاساسي بتاعها ايه؟ عمليه صناعه الفيلم من خلال استخدام VFX. ايه اللي بيحصل بقى؟ الورك فلو الكبير ده بنكلم بتاع الجرافيكس بعد ما خلص مونتاج واقول له اتفضل خد
فيقعد يلطم. طب ولا بكلمه وانا بصور بس؟ احنا في الاول بندي بيزكس كده حلو، فاندمنتالز للسينماتوجراف، لان ما ينفعش حد يتكلم في في اف اكس وهو مش فاهم اساسيات الجهاز ده بيصور ازاي. وبنشرحها كفيزيكس مش ككاميرا، يعني مش ككاميرا السوني او الكاميرا الاري او الكاميرا الكانون، مرورا بعدسات بالفلاتر بالحاجات دي كلها. بعد ما بنخلص بيزكس اوف سينماتوجرافي دي بنتكلم على شويه تيرمز كده خاصه بالجرافيكس، وهي بادئه من الهيستوري بتاعه. بنتكلم هو بدأ امتى، سنة كام، مين أول واحد عمل حاجة جرافيكس، طب ايه الفرق بين الجرافيكس والسبيشال افكتس، مين بقى فريق الجرافيكس دول، الناس كتير قوي دي، هل هم ناس كتير ولا شخص، طب ليه ناس كتير وليه متقسمين اقسام، الناس دي بتنزل لوكيشن ولا ما بتنزلش، طب مين اللي بينزل اللوكيشن. بعد كده بنبدا نتكلم تكنيكال شويه بقى جوه الفي اف اكس بقى، بنور هذا العالم الجرافيكس ده ازاي، تعاون مدير التصوير معايا في المرحله دي، وليه بنزل اللوكيشن، اقعد اصور كل لمبه وانزل بلايت ميتر واقيس كل لمبه، ازاي انور الكروما، وهل مين اللي بينور الكروما، مدير التصوير ولا الفي اف اكس سوبرفايزر، التعاون بينهم يمشي ازاي. بلس ان احنا عندنا يوم تصوير في البلاتو على جرين سكرين، بلس ان عندنا بعد كده بقى في محاضرات خاصه بالتول مع استاذ محمد ممدوح، دي هيدي فيها نيوك which is ان ده اكتر ابلكيشن 90% من العالم بيشتغل بيه كومبوزيتنج. فهنشرح عليه بقى التراكنج، هنشرح عليه الكومبوزيتنج، هنشرح عليه انتجريشن، هنشرح عليه كروما كينج، ازاي نعمل بادجت للفي اف اكس، ازاي نستيميت السكادول. بنتكلم على الفيرتشوال برودكشن، علاقه الفي اف اكس برودكشن بالفي اف اكس سوبرفايزر بالفيرتشوال برودكشن سوبرفايزر، العلاقه دي ايه. بعد كده ننزل يوم هنا بقى اون سيت في استوديو امواج، الاكسبيرينس بتاعت ان احنا بنصور سين على فيرتشوال برودكشن ليدز. اعتقد ان بعد ورك شوب زي دي هيبقى المخرج مهندس ديكور او برودكشن ديزاينر والمنتج فاهمين هم هيروحوا للكروما امتى، ويروحوا للفيرتشوال برودكشن امتى، ويروحوا اللي احنا نصورها ريل. دي ورشه مهمه مش لاي حد بس هيشتغل او بيحب الفي اف اكس وعايز يتعلم. انا مثلا كمخرج هكون ان شاء الله موجود معاكم في الورشه دي عشان افهم النوليدج دي، علشان فعلا اعرف ازاي اتكلم مع الكرو. اي حد بيشتغل في الانتاج مهم برضو يعرف الورك فلو دي بتمشي ازاي، هندفع كام، ايه اللي هيحصل يعني عشان دي اسئله مهمه قوي. يعني مساعد مخرج مثلا ليه دايما بتوع الجرافيكس بيجوا يقولوا لنا عايزين ساعه، يا نهار اسود، فاهم؟ نفهم. فلازم يفهم التفاصيل دي ايه اللي بيحصل، لان هو لو فاهم فهيعرف يقول لهم طب بص انا هديك الساعه دي في اخر البتاع، وهيعرف يحضر اصلا، يبقى عارف ان هو في ساعه اوريدي موجود. مبسوط جدا ان انت كنت معايا، واعتقد عملنا حلقه لذيذه فيها كميه معلومات لذيذه قوي، وبشكرك لوقتك. الحمد لله، ميرسي ليك جدا. ميرسي.